حياكم الله طالباتنا طلابنا. قبل بدء المقطع خلي المقطع لايك ويوصل كل اخوانكم الطلبه، واشتركوا في زر الجرس حتى ما يفوتك اي خبر ننزله لكم اول باول بالمقاطع الجايه. ويلا نبلش بالاخبار. تعميم لطلبه الجامعات العراقيه. التليجرام هنالك هسه محادثات بين وزاره الاتصالات العراقيه وجانب التليجرام لاغلاقه نهائيا، يعني حتى على الفي بي ان يمكن بالايام الجايه ما راح يقدرون يشغلونه. لذلك اي طلبه عندهم دور ثاني امتحانات دور ثاني راح تبلش يحمل ملفاته على التليفون حصرا على ملفات التليفون وما يبقيها بتطبيق التليجرام اللي ممكن انه خلال مجرى الامتحانات يغلق نهائيا وتروح عليكم هاي الملفات. فهذا تعميم لطلبة الجامعات، ووصل المقطع لاخوانكم البقية اللي عندهم دور ثاني. الخبر الاخر انه طلبة السادس الاعدادي ويسالون ايش وقت النتائج. شفتوا ابن بابل ونيمار البارحة نزلت لكم قلت لكم ماكو يوم محدد، لحد الان الوزارة ما حددت يوم، وجريدة الصباح اكدت انه وزارة التربية اذا حاول ارادة تعلن راح تنطي اليوم اللي تعلن به النتائج. اخر خبر المنحة المالية لطلبة الجامعات والمدارس صار تمديد للتقديم عليها، يعني يمكن شهر صار تمديد، هسه تقدرون تقدمون عليها اللي ما له حق يقدم. تحياتنا لكم.